أهلا وسهلا بحضراتكم. سؤال كده خلونا نناقشه مع بعض. هو هل كل طفل شقي ينفع نقول عليه عنده فرط حركة؟ تعالوا نشوف سوا. لا طبعا، الكلام ده مش صح على الإطلاق. خلونا نتفق أولا إن مصطلح شقاوة ده بنطلقه على أي طفل ممكن تكون حركته زيادة شوية، أو بيلعب مع أي حد وفي أي مكان، وممكن لعبه ده ينتج عنه تخريب للعبة اللي بيلعب بيها أو يكسر شيء تمام في المكان اللي هو بيلعب فيه، بس ده بيبقى طبعا من غير قصد. كل دي شقاوة، بس مهم إنها ممكن تنتهي لحظيا لو والده أو والدته طلبوا منه إنه يقعد هادي. ممكن يتدلع عليهم شوية ويحاول يحرن، لكن في الآخر هينصاع للأوامر وينفذ الأمر ويقعد هادي. أما فرط الحركة فده اضطراب نمائي في الأساس، واسمه اضطراب نقص الانتباه المصاحب بفرط الحركة، واصطلاحيا ADHD. كلمة نمائي دي معناها إن أعراضه بتظهر في ال3 سنين الأولى من عمر الطفل. وعشان نقول إن ابننا بيعاني من هذا الاضطراب فده لازم يكون من خلال تشخيص طبي أو تربوي معتمد، يعني باستخدام مقاييس رسمية مش أي استمارات غير مقننة. وده مهم لأن الاضطراب ده ليه تدخلات علاجية مختلفة ما بين الطبية والتعليمية والسلوكية. وخلينا نتفق إن أعراض الاضطراب ده مش هي اللي هتختفي لو طلبنا من الطفل إنه يقعد هادي زي اللي قلناه في الشقاوة، لأن هنا الطفل ما بيبقاش عنده سيطرة على سلوكه من ناحية، وانتباهه للتعليمات بيكون ضعيف، وبتظهر معاه كمان أعراض اندفاعية عند بعض الأطفال مش كلهم. وهختم كلامي هنا بنصيحة مهمة لكل أولياء الأمور: التدخل المبكر والالتزام بالتدخلات العلاجية المتكاملة الدوائية والتعليمية والسلوكية في حالات الاضطرابات النمائية زي اضطراب نقص الانتباه المصاحب بفرط الحركة لو ال ADHD هيأثر عليك المشوار كتير، وهيخليك تقدر تحقق تقدم في مهارة ابنك يساعدك على تحقيق نجاحات أكتر في مستقبله. وختاما، ربنا يوفقنا جميعا وتلاقوا نتيجة مجهودكم نجاح مع أولادكم. وأشوفكم دايما على خير. تقبلوا خالص تحياتي، دكتور محمد الحناوي.